في هذا وذاك، وإحنا علينا نعمل شنو علشان إحنا نساند ونساعد وندافع سياسة الحكومة وبرنامج بتاع الحكومة بتاعتنا. فالقدامنا حاليا هو قال إنه إحنا كلنا بنعرف رياض مشاعر عمل شنو، ورياض مشاعر داري يحقق شنو. بداية من 1991 وانت جاي ل 2013 وهسه 2016، هل رياض مشاعر ده المرض ده هو الشيء اللي بقتل الجنوبيين بعد كل كذا. رياض مشاعر هو قرر انه ما يكون في سلام في جنوب السودان. هو قرر احنا نقتل نفسنا في كل وقت ونخرب مالنا في كل وقت ونعمل حاجات كثيره جدا. وكذلك قال يا جماعه احنا دوله واحده، ولو اننا دوله واحده احنا لازم يكون لنا رئيس واحد، ويكون عندنا جيش واحد، ويكون لنا برلمان واحد، ويكون لنا رياض شالوا قرار بتاعه انه شعب بتاع جنوب السودان يكون في زعزع، يكون في مشكله. شعب بتاع جنوب رياض قال انه يكون في مشكله كل زمن، وكلام ده ما في محله، ما نسيه. رياض برضو شالوا قرار بتاعه انه الاس بي ال اي جيش بتاع جنوب السودان والقوات النظاميه بتاع جنوب كله يكونوا كل زمن يموتوا. ده هو كلام بتاع رياض مشاعر، وكلام ده ما زي ده، ما مفروض يكون كده، ما مفروض يكون كده. لانه كرسي واحد، كرسي بتاع جنوب ده كرسي واحد، بتاع رئاسه ده كرسي واحد، ما 2 وما 10. وكرسي واحد ده ما دار له 10 نفر في راسه، ما دار له 10 نفر يكون رؤساء. ما في جيش الشعبي من ما البلد جنوب السودان بدا مع حكومات بتاعه ما بشكله ده كان كل زمن ده بالديمقراطيه. الكرسي واحد بتاع رئاسه بتاع حكومه بتاع جنوب السودان بجلو زول واحد وبقعد في راسه وبدير الشعب بتاع الجنوب. ومنار بوم زي ما احنا كلنا بنعرفه هو يسير كان للعمليات. ومنار بوم الكلمات بتاعنا ما بتكون كثير. عرنا دولة ده اسمه دولة بتاع جنوب السودان. وحق مانا كان نسبدو ويقود حتى للأجيال الثانية الجاي. ده حق بتاعنا كده. ولا نعرف من جلام ونجدو تحت. جنوب ده ما بجدو تحت ندافعوا حتى الناس ثانيين يجي ويدافعوا زي حالنا القديم. الكان جنوب لما لقيناه عليه اسمه جنوب. رياض بدأ في جوبا هنا وبعد كده ومشى قاعد في كلا نحن ماشيين كلا. Yetabaduru yoko pada loigam yoko kongwa ke jeirari lom tabiki nawo ola kuila kuda shema koldi fangadu bakirongi irar wunde loku ya bobo we ko we woda go jalo go utachiki re chorti na ke kude malwal ba ke petian bi jala we go ban ngelwel kai dingi piara rap yalo we ka che yong che we Kakan war keseng okeror, cuba buku be oke mat buku wanyang we baba gajur kuye monjang.
where we like our name, we like your young bigger better Kaiwat. You look to where you put your daddy, Bella. Kuchum den ka iben real nyak a ber nying lig turung ma medi je ben water wa chi ye ben tankeril ran lu ga ba ko bi ayen den nyang ran lu ga ba pan tar ding nyal der nyal ku wen ma bi ora te ku wonda lo yo tan du ben lo wal ko je ku wel toro na peiran na ti na ti mo in ka yo lo nga che yan mo chol lo king bai long fio tale kiri dom kin wen ma ya di duro chola ga kin pin no itu nangara no itu nangara to kili la ban por ba ta ga nyar mo mor su ko ko lo ba kira nya nya ba ne ki ke ban de ba nyoni te ya te mo we ga ben du ga nyoni men junul chol ka ben pan ne jan nom ka نهار بوما لين جاي يتكلم رئيس حركات الجيش الشعبي لتحرير السودان يجرى الفور ملونغا وانا ناي ملونغا قال 3 حاجات ملونغا قال في البداية انه اتضحت بقى واضح وبقى معروف لدينا كلنا حتى الناس في العالم انه المشكلة بتاع جنوب السودان the main problem of South Sudan ده دكتوريات مشاعر رياض مشاعر يا مرض انذار وهدد الجيش وقال لهم يا جيش انا ما بقول لكم دافعوا المواطنين او انتوا احترموا المواطنين انا بقول انتوا ساعدوا المواطنين قدموا المساعدات الممكنه قدموا المساعدات اللي بتقدر تقدموها لأنه مين فينا إحنا كجيش ما بيعرف شعب جمهورية السودان مين فينا ما بيعرف فايدة وقوة وأهمية الشعب بتاعتنا فبيقول أنتوا لازم تحترموا المواطنين لازم إنه تدافعوا المواطنين لازم أنتوا تقدموا لهم كل المساعدات ممكن وكلام ده إحنا بنحزم وبندفن القبلية وبندفن التمرد وبندفن ده كلام تاجر الفول ملومة وانا عايز اديكم لحظات عشان تسمعوا الى هذا القائد الثائر المناضل الكبير مقتطفات من كلام بتاعه وهو بيتكلم للجيش الشعبي لتحرير السودان. لما يأسس الدولة لازم يكون في الجيش. الجيش ده بيشيلوا جزء من المال بتاع البلد يا هو بيشتروا بيه سلاح يا هو بيشتروا بيه كاكي ويا هو بيصرفوا بيه الجيش اللي هو بيقولوا الجيش. المال ممكن اللي يشتروا بيه سلاح والأمر مهيئ للجيش ده المفروض يمشي للمدرسة، المفروض يمشي للهوسبيتال، المفروض يمشي للشارع، المفروض يمشي لحاجات ما حاجات قتالية. لكن ما في حاجة بيعملوا في الدولة بدون حماية، لأنه عشان يكون عندك دولة لازم انت تعمل وش، والوش ده هو الجيش. فلما ندوق الحاجات ده then الشيء المفروض تشيله في الأول. لما ندوق السلاح الشيء المفروض تشيله في الأول إنه المواطن بتاعك اللي أنت قاعد تحميه ده لازم يشوفك أنت صديق له. لكن بالعكس المواطن بقى يكاب مننا أكثر من إنه يكون صديق لنا. الزول ده قاعد هنا هو معلومات أخوك مشي ها
اخوك ده العسكري اللي مشى مره جنبه ده لو ما احترمه تلقاه قاعد في البيت. لازم يكون فيه احترام للمواطن، ولازم يكون احترام لحقوق المواطن. انت بعدك تقول انا جيش بتاع البلد ده، لانه انت لو ما احترمت المواطن الجيش بتاعك ده ما في فرق بينه وبين حاجه ثانيه ما جيش. سواء عايزكم انتوا تحترموا المواطن، عايزكم تحترموا المواطن، لانه المواطن ما عنده ذنب، ما عنده ذنب في الكلام ده كله. وهنمشي قدام هنحسن حاجه اسمها اس بي ال ده يكون عنده كفاءة ويكون عنده capability. عسكري يكون عنده حماية، لكن لو عسكري خواف ما بعملوا شيء. لو انا جبت له انتنوب وجبت له غانشيب وجبت له دواء وجبت له شنو وهو خواف، انا بعملوا شنو؟ دانا ترجم نيول دانا داما شغال لا كفايه دم شمال برغزال انت شوف جيش برغزال الكان ما ريال مشار استنكر ريال مشار ورفض ريال مشار وهسه رجع مع جيش الشعب للتحرير، وهنا استقبلناه وشكرناه على هذا القرار. انت شفتوا ليه في شمال تركاكا، في منطقه تركاكا جزء منواني انتوا شفتوه سمعتوا كلام بتاعه؟ لا لازم ما في مشكله ثانيه ابغى نرجع ريال مشار. ريال مشار ده يصير صوره شانجي ينهي جنوب السودان، وهسه منطقه بتاع منداري خلال الايام الجايه هتكون منطقه هاديه للسلام، منطقه استقرار، ومنداري والناس الثانيين هيشتغلوا. انتوا سمعتوا كذلك لاخواننا زملائنا من زامبيا، سمعتوا كلام بتاع العميد يوهانا ادم وكيرنل مايكل برنابا كسانجا. انتوا سمعتوا كلام بتاعهم، منطقه بتاع زامبيا، منطقه بتاع مورو، منطقه باكا، منطقه بتاع المنطقه دي هتكون هادئه، ناس بقوا يفهموا. الأجهزة الإنترنت من قوات الجيش المتمردة بأن أنا انضميت لهم، وهذا إشاعات كاذبا، وأنا موجود في القيادة بتاعنا بتاعت الSPLA وتحت القائد المناضل البطل جنرال كيمو ياديد، ان احنا صامتين مع قواتنا في الشرق الاستوائية وفي الغرب في كل المناطق العمليات، وانا بناشد الجيش الشعبي بصفة عامة والسكتر 3 بصفة خاصة بأن أنا موجود واقفا خلف حكومتنا، واقفا صامتا تحت القيادة بتاعنا الموجود في المنطقة بتاعنا هنا في جوبا. ما كنت مشيت توريد، أنا كان قاعد في جوبا هنا لما حصل الحوادث اللي حصل، أنا موجود هنا في جوبا حتى نهاية العمليات الحصل في جوبا وتوريد. ما في محل أنا اتحركت فوقه إنش، وكل الإشاعات وإشاعات الحصل ده كله أكاذيب وما له من ساعة، ونحن خلف القائدنا البطل. وشكرا. زي ما قال وشيف الجنرال الاستاذ انه لما نحن ضمينا كل زول قام بالتيكت بتاعه وضمت للمؤمن لحاله. التحرير ما في زول بيقول يا زول تاني قال تعالوا وراه، كلنا انت براته بدمك، براته بكل المعنويات بتاعتك انه لازم تمشي تحرر شعبك وتحرر الوطن بتاعك. زي ما نحن في تاريخ في كم 20 سنه
وحتى يوم الليلة نحن لسه متواصلين بالحق بتاعنا. ده كده بالنسبة لنا. نحن هندافع الدولة ده whether في داخل والبرا بندافع بدون ما نرجع. ندافع بدمنا، ندافع بعقولنا، ندافع بأي شيء موجود. وندافع المواطن الموجود، وندافع حكومتنا، وندافع الدستور بتاعنا. فأنا بجي للنهاية بتاع الحلقة دي، وأنا عايز أديكم تحيات بتاع المهندس ديفيد أيلا والملازم الأول إيليا سامويل من الاستوديو بتاع الجيش الشعبي لتحرير السودان. شكرا. Got on,